يعد من بين أعنق الفرق الجزائرية وأحد أكثر النوادي تتويجا محليا. أسس في 14 ماي 46 900 وألف كأول فريق مكون من لاعبين مسلمين من الحي العتيق الحمري لمنافسة الفريق الأول في المدينة ملعب نوميغيان المكون من الأوروبيين. إنه مولودية وهران صاحب اللونين الأحمر والأبيض توج ب4 في البطولة وب4 أخرى في الكأس، وفاز بكأس الرابطة مرة واحدة ومرتين بكأس العرب الفائزة بالكؤوس وواحدة بكأس السوبر العربية. أنجب خيرة اللاعبين الذين صنعوا أفراح أكبر الفرق الجزائرية كغيره من ولايات الغرب الجزائري. سيطر محليا وكان قويا ابتداء من نهاية موسم 68 900 وألف إلى غاية التسعينيات من القرن الماضي، أين فوت على نفسه تتويج بلقب البطولة في 9 مناسبات حل فيها وصيفا للبطل، وانهزم في نهائيين للسيد الكأس وفي نهائي كأس الكاف سنة 89 900 وألف الذي بقي راسخا في أذهان عشاق مولودية وهران المتواجدين في غرب البلاد كلها. ورغم التاريخ الزخير بالألقاب واللاعبين الذين مروا على فريق عاصمة الغرب الجزائري وتقمصوا ألوان الخضر في مقدمتهم الهداف التاريخي للمنتخب الوطني عبد الحفيظ تصفوت، إلا أن أصحاب اللونين الأحمر والأبيض عانوا كثيرا من المشاكل الداخلية في بداية التسعينيات بعد توقف مشروع الإصلاح الرياضي وانسحاب مؤسسة نفطال العمومية عن تدعيم الفريق، وهو ما جعل فراغا رهيبا في إدارة النادي ودفع إلى نشأة صراعات تمحورت كلها على كرسي الرئاسة بين قاسم الإمام ويوسف جباري، والتي دامت لأكثر من 20 سنة، أين تداول على رأسها الرجلان، ما جعل نتائج الفريق تتراجع ودفع ثمنه غاليا بعدما اقتصر وجوده في الدرجة الأولى من أجل لعب ورقة البقاء في أكثر من موسم. الألفية الجديدة كانت الأسوأ لأبناء الحمر من ناحية النتائج، حيث بات الفريق يعيش على وقع كلمة أصبحت تطفو على السطح في كل مرة، وهي التخلاط بين تكتلات نفس الرجلين التي أدت بالفريق إلى السقوط لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الثانية موسم 2007-2008. ورغم ذلك إلا أن الفريق تمكن من العودة في الموسم الذي بعده، ولكن النتائج لم تتحسن إلى غاية قدوم أحمد والحاج المدعو بابا الموسم الماضي، الذي جلب خيرة اللاعبين وقاد الفريق بتوفيره لكل الإمكانيات لاحتلال المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن البطل وفاق سطيف تحت إمرة الكورسيكي جون ميشيل كافالي، وهو ما اعتبره الجميع إنجازا، خاصة بعدما ضمن النادي مشاركة إفريقية جديدة بعدما غاب الأخير لسنين خلت قاريا. لكن هذا الموسم تغير كل شيء وعادت المشاكل إلى بيت الحمري وأثرت بشكل كبير على نتائج الفريق الذي يتواجد في المركز الثامن في البطولة وأقصي من الدور 32 من كأس الجمهورية. كافالي قبل رحيله كان يؤكد بأن بالعباس هو النقطة السوداء في المولودية، وعشاق النادي يوجهون أصابع الاتهام لأعضاء مجلس الإدارة دون الرئيس ويطالبون بفتح رأس مال الشركة واستقالة كل الأعضاء. هي مشاكل قد تصف بالحمر إلى ما لا يحمد عقباه قبيل المشاركة في كأس الكاف التي لطالما انتظرها أصحاب البذلة الحمراء والبيضاء. محمد فوزي، منبر الجماهير.